ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جايه هكلمكم عن منتج قالب الدنيا. في ناس تعرفه، لو الناس ما تعرفوش فانا هعرفه لك في الفيديو ده. الاواني الزهر، ان احنا هنستخدم في الطبخ زهر، مش ألمونيوم ولا تيفال ولا جرانيت ولا الكلام ده خالص. دي حلل او طاسات الزهر. انا اول ما ابتديت بيهم ابتديت بالطاسه الاموره الصغنونه قوي قوي دي، اللي هي تاخد بضايه. بصوا حاجه كده لا تذكر جوه دي. طبعا انتم شايفين فرق الالوان، انا هقول لكم دلوقتي كل التفاصيل بتاعتها. انا لما استخدمت دي كنت اول حاجه اجربها، ولان هي سعرها غالي جدا فجربت الحاجه الصغيره عشان اشوف هي هتبقى معايا ازاي يعني. بعد كده ابتديت ان انا جبت الجريل ده او الطاسه دي. هي جريل عشان انا جايباها مضلعه للشوي او اي حاجه تتحط فيها من اللحوم. وجبت الحله البيضاويه دي. طبعا لو احنا شايفين واضح هنا في الفيديو ان في فرق في الالوان. فرق في الالوان، اولا هقول لكم هي ليه فرق في الالوان. الحلل دي حلل زهر صحيه جدا، بتتورث، ما بتحصلش فيها اي شيء بقى خالص. ان صدت فانت تقدري ترجعيها تاني تبقى جديده. ما بتتكسرش. طبعا هي ممكن تكسر الحاجه اللي هتقع عليها، ولكن هي نفسها ما بيحصلهاش اي شيء، وتقدري تسيبيها عندك سنين. كل ما بتستخدم كل ما بتكون احسن واحسن، زي نظام الطواجن كده، ان انت تحطيها في الفرن كل ما تستخدميه هيكون طعم الاكل فيه افضل. طيب عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، انا لما جبت الصغيره دي واستخدمتها فكانت جميله، فقررت ان انا اجيب منها حاجتين تانيين، ولقيت منها الحله. اول حاجه استخدمتها كانت الحله، يعني ما استخدمتش لسه الجريل، عشان كده الجريل بتاعه هتلاقوا لونه زي جراي كده، وما ما استخدمش اصلا، لسه ما استخدمتوش خالص. وانا قصدي ان انا ما استخدمهوش عشان اوريكي الفرق ما بين ان هو مش مستخدم وما بين ان هو ازاي يستخدم. عشان استخدمه انا استخدمت الحله، ودي حله بيضاويه كده تقدري تعملي فيها حاجات كتيره جدا، وهي تسويتها بتسوي الاكل على النار هادي جدا. الحله هنا عشان استخدمها لازم ليها تفاصيل قوي، هتتعبي في اولها وهتحسي ان هي كتيره، لكن لو تعاملتي معاها صح هتفهمي ان هي حاجه جميله جدا ومهمه جدا جدا في المطبخ. ومش شرط تجيبي منها حاجات كتير، يكفي ان انت تجيبي قطعه او قطعتين اللي انت تقدري تستخدميهم. طيب علشان استخدم، اول حاجه انا بجيب الطاسه زي ما انتم شايفينها كده. انا اول حاجه بتشطفيها خالص بميه سخنه، وبعد ما بتتشطف بميه سخنه انت بتنشفيها تماما. بتنشفيها سواء ان انت تحطيها على النار بس ان هي مجرد ان هي تنشف الميه بتاعتها، او ان انت تنشفيها باي فوطه عندك عشان تنشف تماما. طيب انا نشفت دي خالص وحطيتها وغسلتها. ما بتتغسلش بصابون ولا حاجه، هي اصلا ما بتستخدمش صابون كتير، هي اصلا المفروض تستخدمي لها صابون في اضيق الحدود. طيب انا عملت ايه عشان اوصلها للون اللي انا فيه ده؟ اول حاجه ببتدي ان انا استخدمها، اول استخدام اجيب كده اي نوع زيت عندك، وهتبتدي ان انت تاخديها وتروحي دهنه كل الطاسه بتاعتك شمال ويمين فوق وتحت، هتدهنيها كلها نقطتين الزيت. دي اول حاجه لازم تستخدميها في الطاسعاتها كلها بره وجوه بالزيت. بعد كده ابتدي اولع الفرن واسيبه على اعلى حاجه لمده ساعه في الفرن، واسيبها مقلوبه في الفرن واحطها زي ما هي كده لحد ما الساعه تفصل. كل ما انا كنت بستخدم بقى اي حاجه في الفرن والاقي ان الفرن خلاص انا خلصت، اروح مدخله دهنه دي زيت واروح حطاها في الفرن عشان اعمل لها طبقه العزل بتاعها، ان انا اخليها ما يبقاش طبقه تبقى فيها ان هي الاكل يلزق او كده، وان هي توصل للون اللي انت شايفاه ده. طيب هل هي بتتجرح؟ هل هي ان هي بتصدي او بيحصل لها حاجه؟ بتصدي، ولو صدت معاكي ما فيش اي مشكله خالص. دي عشان كده بقول لك ان هي بتتوارث. بتصدي معاكي، بتمسكي اي حاجه سلك او اي ليفه وبتبتدي تدعكيها تحت ميه سخنه، هيبتدي يتشال طبقه الصدى اللي فيها، هتبتدي تنشفيها تاني على الفرن او على البوتاجاز يعني، هتنشف منك خالص وتبتدي تعملي عمليه الزيت، تدهنيها كلها تاني زيت وتحطيها تاني في الفرن مقلوبه. فانا عشان استخدم ده فضلت اعمل فيه كده قبل ما استخدمه لمده اسبوع مثلا، كل ما الاقي الفرن عندي مولع اروح افتكر اروح حاطه الحل. طيب استخدمتها في ايه؟ استخدمتها في الشاورما، في الفراخ اللي انا عملتها فاهيتا على النار. طبعا بتخلي الاكل بيوصل لحته تانية خالص. اهم حاجه فيها ان هي دي لما تحطيها على النار قبل ما تحطي عليها الاكل بتسيبيها على النار متولع عليها النار، ان هي يوصل لها الحراره تسخن جامد قوي. مجرد ما بتسخن جامد قوي وتحطي عليها الاكل فبتوصل الاكل خلاص، بتخلي الاكل ان هو يبقى طري محافظ على الميه اللي فيه ما بينشفش. دي الحلل الزهر يعني باختصار كده عشان مش عايزه اطول عليك الفكره.
الفكره ان هو في منها انواع كتير قوي في السوق وغاليه جدا. دي المصري، دي كانت ماركه اسمها الما مصري، هي نص المستورد اصلا، سعرها نص المستورد. لما لقيتها فقلت خلاص انا هجرب في دي، ولقيتها بصراحه ممتازه ما بتفرقش عن اي حاجه تانية. دي كانت موديل لكن كانت مختلفه. دي بحب احط فيها البيض، اعمل فيها بقى طشه الملوخيه، حاجه كده صغيره وقمر كده صغننه جميله جدا. ميزتها ان هي بتسوي الاكل حلو قوي، هتحافظ على السوائل في الاكل، هتعيش معاكي مدى الحياه لو انت حافظتي عليها واستخدمتيها صح. ليها عيوب، طبعا ليها عيوب. العيوب بتاعتها ان هي الحله لوحدها من غير اي اكل تقيله جدا. يعني انا كده شايله لوحدي مثلا 2 كيلو ونص 3 كيلو تقريبا، لاني اساسا الغطا بتاعها زهر وتقيل جدا، والحله نفسها لوحدها هي فاضيه من غير اكل فهي تقيله. دي عيب من العيوب اللي فيها، بس تقدري تتغاضي عنه لما هتشوفي طعامه الاكل اللي بيطلع منها. ودايما احنا بنشوفه في المطاعم لما بتتحط على السفره مثلا ويبقى محطوط تحتيها حامل، هتلاقي الاكل لسه بيبقبق، او ريحه الفاهيتا والشاورما او ايا كان، هتلاقي ريحه الاكل جميله جدا معاكي وطعمه حلو. هي مشكلتها ان هي غاليه جدا، وان هي تقيله في الوزن، ولكن غير كده هي ممتازه جدا جدا في استخدامها. عشان تستخدميها صح هتحسي ان هي في الاول متعبه، ولكن انت هتتعودي عليها. المهم الحفاظ عليها، ان انت لما تخلصي ما تسيبهاش ابدا، لان ده زهر لو تعرض للهواء هيصدي، فلازم تنشفيها بالطريقه اللي انا قلت لك عليها. حاولت ان انا اتكلم بسرعه علشان اقول لك كل حاجه عنها. شكرا، واشوفكم فيديوهات تانية على خير.